ننتقل إلى المغرب الشقيق. نعم، ننتقل إلى المغرب الشقيق. مواقفنا السياسية لا يجب أن تؤثر على إنسانيتنا. مواقفنا السياسية وصراعاتنا وخلافاتنا السياسية لا يجب أن تؤثر على إنسانيتنا، على أخلاقنا، على تربيتنا، على ديننا الحنيف الذي يوصينا بهذه الوصايا: المحبة والسلام والحب والعلاقات الإنسانية. ما يحدث في المغرب جريمة نكراء. نعم، ما حدث بالأمس في المغرب وأدى إلى وفاة حسب الإحصائيات الرسمية من الوزير الأول ورئيس الحكومة الإسبانية 57 شهيد، لأنهم ماتوا غرقا، ماتوا في البحر، بالرغم من أنه راحوا وحدهم لكن نعتبرهم شهداء بإذن الله. 57 قتيل أو 57 شهيد أو 57 ضحية نتيجة تدافع آلاف المغاربة. شفنا يعني مقاطع فيديو وكأنها من أفلام الخيال، يعني الأفلام اللي شوفوها على حروب، على ثورات، على مش عارفنا غزو، على بصراحة يعني ظاهرة غريبة بالأمس، لدرجة أنني في البداية ما صدقتش، قلت هذا مونتاج بالذكاء الاصطناعي يديروا فيها كفاية، يعني اسبانيا دولة أوروبية، هذا الشعب كله. ظهر أنه حقيقة آلاف، لا ندري بالضبط كم، يقولوا حتى 40,000 50,000 في 24 ساعة. رقم مهول، رقم يعني رهيب في 24 ساعة. هذا التدفق إذا وصل يعني 20,000 راهو رقم رهيب، فما بالك 40,000 أو 50,000؟ 20,000 راهو كارثة. أولا دعونا نتابع هذه المقاطع اللي شفناها ثم نعلق، لأنه فيه تعليق سياسي. نعم سياسي. أولا نشوفوا هذه المأساة، وأجدد تعازيا الخالصة للشعب المغربي، وأخص بالذكر الطبقة المضطهدة، لأنه 99.99% من هؤلاء النازحين، من هؤلاء القتلى الموتى الشهداء والهاربين من جحيم الفقر والمأساة اللي يعيشها الشعب المغربي، من الطبقة الكادحة، يعني من الناس اللي خلاص هذو ما هم ناجحين، استغفر الله يا ربي، لا في الدنيا في الآخرة. ما ربحوا وهم عايشين في المغرب، ما قدروا يعيشوا وهم في إسبانيا، لأنه وجودهم في إسبانيا أكيد راح يكون وجود مؤقت، لأن سبتة محاصرة، ما يقدرش يدخلوا إلى إلى إسبانيا الكبرى ويتوغلوا. يعني سبتة مدينة يعني صغيرة أو مقاطعة صغيرة، يعني يصيدوهم بالواحد ويعاودوا يرجعوهم المغرب. إذن هروبهم للأسف فيه مأساة كبيرة. دعونا نشوفوا هذه المقاطع ثم نكمل النقاش. شو دخلت في الناس؟ شو يقرؤون برا يزيدوا الأسعار، هذا فين ماشي دابا إن شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. من مدينة تطوان والصورة أبلغ من الكلام، أقسم بالله يعجز الفم عن الكلام وتعجز العيون عن الرؤية. آلاف الشباب التطوانيون يتجهون نحو سبتة المحتلة قصد الهجرة السرية بعد تداول الكثير من الفيديوهات على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي التي فتحت شهية هؤلاء الشباب وتم التغرير بهم.
هذا المشوارة أقام في الدوقس. إذا تراهن السيارة إسحاقا يشن القايد يشن المهم اثنين من السلطة المحلية يشن. إذن كما كتشاهدوا معنا مازال مواجهة بين الشباب وعناصر. Luego dice pobrecito, pobrecito. Dale un hachazo en la cabeza ahora. Bastardo, mira, se mete ya, se mete. Se mete ya. Ahí, venga, patada limpia, venga. Para adentro, se metió. Mira, tía, detrás de mi casa. Ya han averiguado que hay casas vacías. Esos 2 colchones le acaban de sacar. Y mira, eso es la casa de mi hermano.